بدأ يتغير عليك فجأة وبدأ يبعد عنك بدون ما تعرف السبب، المفروض تتصرف ازاي؟ يا ريت انا بس مش طالب منك اكتر من اللايك، دي الوسيله اللي انا احب ان انت تدعمني بيها، مش اكتر من كده. ولو عايز تخش على الانستجرام انا برد على كل يوم على الاسك زي موجوده هناك اسئله واجابات يوميه، تابعوني هتتبسطوا جدا، بوزع نيوتيلا. من واقع خبرتي اكتشفت ان في نوعين، في الانسحاب المفاجئ والانسحاب التدريجي التباطؤي. تمام. ففي كلتا الحالتين لما نيجي نبص مثلا الانسحاب اللي هو بالتدريج، بنلاقي ان الشخص بيحبك فعلا من جواه بس لقى نفسه مش هيقدر يكون قد المسؤوليه. اكتشف ساعتها طريقة تفكير مختلفة تجاهك عما كانت أثناء فرحة البدايات اللي كانت مغلفة عقله بشوية حماس، شوية أدرينالين، دوبامين، تستوستيرون، مشاعر حلوة جواه، وبالتالي أفكار حلوة لأن المشاعر والأفكار مع بعض. فلقى نفسه إن هو بعد ما رجع لأرض الواقع تاني أو فترة البدايات دي قلت، لقى نفسه مش قادر يديك أو مش قادر ياخد معاك الخطوة اللي هو كان شايف يقدر ياخدها في البدايات. تمام. فهنا هو بيراعي العشرة وبيراعي إن هو مش عايز يجرحك بعد كل اللي عملته معاه، فلقى ان انسب طريقه ان هو ينسحب بالتدريج بدل ما يصدمك ويجرحك مره واحده. مع ان العكس صحيح، انا بشجع العكس، اللي هو قول يا سيدي ان انا ماشي، بس يعني اوجعني دلوقتي بدل ما توجعني كل يوم. تمام. فالفكره كلها هو بيفكر بالطريقه دي، لكن الانسحاب المفاجئ اللي هو مره واحده ده ليه 3 سيناريوهات. السيناريو الاول ان مشابه للسيناريو بتاع الشخص اللي بينسحب بطريقه تدريجيه، ان هو لقى نفسه مش قادر، بس هنا قرر ان هو ما يعلقكش، او قرر ان هو ينسحب بدون سابق انذار. يعني خلاص، يعني الاول كان موجود معاك بس مش موجود، لكن ده قرر ان هو يكون مش موجود وينسحب وزي ما تيجي تيجي. تاني شخص، وبفكر برضو في السيناريوهات، ان يكون الشخص ده عنده تراكمات سلبيه منك انت، نكد، شك، غيره، اي حاجه، اكيد كلنا بنغلط، انت كنت السبب فيها. فهنا الموضوع بقى غريب شويه، ان 50% عليك و50% عليه. بمعنى ان التراكمات السلبيه دي ممكن تكون انت ما بقتش تعملها خلاص وبقيت كويس معاه، بس تلاقيه بدا يتغير وياخد جنب منك. التراكمات دي صحت عنده فجاه بناء على ظروف واحداث نفسيه بتمر بيه، فبتفتح فولدرات في العقل الباطن فيفتكر كل اللي فات بدون تدخل منك انت. فهنا نلاقي ان انت غلطت 50%، هو 50%، هو ان مره واحده المشاعر دي هجمت عليه مع انها كانت زمان وانت كنت السبب فيها اصلا. تمام. فانا شايف الحته دي الصبر والانتظار اللي هيبين ان الشخص ده هيفوق من اللي هو فيه ويرجع يتكلم تاني، ولا هو خلاص كده عايز ينسحب. تمام. تاني سيناريو شايفه هو الشخص اللي بسميه النحله التي تمتص رحيق كل زهره بلا شفقة ولا رحمة. تمام. الفكرة كلها هنا ان الشخص يكون اصلا بيرتبط بيك علشان يحس بمشاعر البدايات. في ناس فعلا بتتغذى على ان هي تحس بالثقة بالنفس من خلال علاقة حب الشخص فيها بيتعلق بيه. كل الحاجات دي بتغذي الايجو بتاعه والانا بتاعته. تمام.